أبا الحسن عليه السلام أحدهم يقول له: يا أمير المؤمنين، لم نهانا الله عن الحسد؟ قال: لأن الحسد يجعلك دوما في حسرة، يجعلك دوم تتبع عثرات الناس، يجعلك دوم مهموم مغموم. فأنت أخي اللي يسيطر عليك الحسد، أخي الحاسد، أنت ترى تأذي نفسك قبل أن تأذي الناس، وإن لنفسك عليك حق. حاول تتخلص من هاي المشاعر السلبية، حاول تتخلص من الحسد، لأنه الحسد كما يقول الإمام الصادق عليه السلام يجر إلى المعصية، هو معصية ويجر إلى معصية. شو دخلي أقرب لك المطلب أكثر؟ هذا في زمن موسى الهادي العباسي أكو رجل الله سبحانه وتعالى منعم عليه، فعنده جار، هذا الجار هم الله سبحانه وتعالى منعم عليه، هذا حسده وخلى باله وياه. فحاول يأذيه بكل الطرق لجاره، ما قدر. سوى، اسمعني هالدقائق، راح اشترى غلام، ربى الغلام لحد ما كبر الغلام، أصبح فتى مفتول العضلات. قال له: إن أمرتك بشيء هل أنت فاعله؟ قال: بلى. أليس يجب على العبد طاعة سيده؟ وأنت قد أحسنت إلي وإني لمطيع لك. قال: أريد منك أن تفعل شيئا لجاري. قال: أتريد أن أقتله؟ قال: لا، إن قتلته سيتهمونني به، أريد منك ما هو أكبر. قال: شو تريد مني؟ قال: أريد منك أن تقتلني على سطح جاري. هذا العبد بهت، قال له: ايش دا تطلب أنت مني؟ شنو أقتلك على سطح جارك؟ قال: لست سيدك؟ قال: بلى. قال: إني أمرك أن تقتلني على سطح جاري لكي يأخذوه بي ويقتلوه. قال: أفعل، عن كراهة من نفسي أنا أفعل ما دام أنت دا تأمرني. صعد وخلس على سطح الجار في تلك الليلة. هذا تمدد، اجى العبد يحمل مديا سكين، قطع أوداجه، ترك يسبح بدماء. اجوا أهله ثاني يوم يدورون عليه، ما هو. ثالث يوم وجدوه على سطح الجار. قبل أن تجري هاي العملية، عملية القتل، هو أنطى الغلام 3000 درهم، قال له: بعد قتلي لا تبقى في بغداد، اخرج إلى أصفهان. فهذا من قتل كمل، وين خرج؟ ذهب إلى أصفهان. اجت الشرطة، ألقت القبض على اليمن، على هذا الجار، أخذوه. وقف أمام القاضي قال: والله لا أعلم من أمره شيء، أنا لم أدني له ولا كاتله ولا شيء ولا أدري، أنا تفاجأت أنه هذا موجود بسطحي مضرج بدمه. القاضي أمر بسجنه إلى أن ينظر بقضيته. الغلام وين وصل؟ وصل إلى أصفهان. صادف أن هذا الجار المسجون إلى أقارب في أصفهان مسؤول عن أعطيات الجند، أرزاق الجند. فمن شاهد الغلام عرفه. قال: ما الذي أتى بك إلى أصفهان؟ قال: أقول لك وتستر علي. قال: قل. قال: الأمر كيت وكيت. هذا هم جاب أجلس جماعة، شهدوا جماعة على مقالته، قال له: تعال هذا القتلي أعيده. أعاد أمام جماعة، أخذ لبغداد، رجع به إلى بغداد، وقف أمام القاضي. شهد الغلام بأن سيده قد أمره بأن يقتله على سطح جاره. القاضي أمر بإطلاق سراح الجار وسراح الغلام. شوف، الحسد قتل صاحبه. شوف، قتل نفسه، حصل شيء أبدا. الله أنجى جاره، أنجاه.